السلام عليكم لي فان ديال يوميات زليخه. كما كتشاهدوا فيديو جديد وروتين جديد، وجبت لكم وصفه زوينه ممكن يحتاجها اي واحد وسهله وبسيطه. ملاوي بالخليع. هانتوما معايا، بقاو مع الملاوي حتى الاخر. خديت 3 السلايف ديال الحريره، كنت خدي 1.5 ديال الفينو ولا ديال الزرعه. انا درت هنا شويه الزرع صافي، وغادي ندلكو مزيان. وغادي ندير قبيصه د الخميره في الزلافه الذوب، عاد نخويها منين غادي نبدا العجينه وصافي. وكنعجن العجينه ديالي عاديه، كنعجن العجينه ديالي عاديه وندلكها بهذه الطريقه هذه وصافي. كنغطيها بالبلاستيك، كنخليها كترتاح وكنغطيها بلاستيك وصافي. كنمشي كتكون الحشوه واجده. شفتوا كيتصاوب من الخليع حتى هو. هانتوما سيعمروا بهم مسمن بهذا الشكل هذا. هنايا كيما كتشاهدوا معايا مزيان كنسرح مسمن بالطريقه. ورقه كتجي بحال ورقه البسطيله تماما باش كيجي مقرمش وزوين. هنايا صافي كتعمروا الحشوه ديالكم كما بغيتو، بالطوم يعني بالخضر اللي بغيتو وصافي. وكديروهم في الفران. كنتمنى يكون الفيديو شرح نفسه بزاف اكثر ما نشرح لكم. ها هي الحشوه كما وريت لكم، بصيله مشحره بوحدها مع زويته ومليحه والابزار، وكنزيدوا مطيشه مقطعه طرفات صغار صافي. وكنصفيو شويه اهريش اللي ما بغاش ليه دام وسميتو. وهنا الخليع كتقطعوه منين كدير الحشوه كتقطعوه. ايوا هذا ما كان. وكنوجد لاطه كنصاوبو بحال شكل الملاوي مسمن عادي بالصلاه على النبي. كنسرح الورقه وكنطوي بشكل عادي. كلشي كيعرف تسريح هاد الورقه ديال الملاوي كيفاش كيطوي منين كيعمر صافي. هنايا عمرت اللاطه الاولى واللاطه الثانيه بادينه. المهم كيبقى عندك في كونجيلاتور ما كيوقع ليه والو.